اللي قدامكم في الصورة ده أخطر قاتل يسمى في تونس قاتل الأطفال. يلا السلام عليكم وهنبدأ الحلقة. وصل في سنة 1987 يوم بلاغ باختفاء طفل، بعدها بيوم وصل اختفاء تاني طفل، وبعدها ثالث يوم برضه اختفاء طفل، واستمر على الحال ده أسبوعين 14 يوم متتاليين. الشرطة كانت في حالة فزع بسبب المواقف دي، وأخذت الشرطة يوم ورا يوم يدوروا على مين القاتل ومين عمل كده. فوصل بيهم الحال الشرطة أول ما غلب بهم الأمر إنهم يفتشوا البيوت بيت بيت وياخدوا إجراءات مع الأطفال المفقودين من أهلهم. وكانت الشرطة لما راحت تفتش في البيوت أو الكلام ده كله، أول ما دخلوا أول بيت قابلهم رجل وقال لهم أنا اللي عملت كده. وكانت الشرطة في حالة فزع من هذا الرجل، وصراحة كده افتكروه كذاب. بعد كده خدهم معاه إلى المزرعة بتاعته، وترجع بين الأحداث لعام 1964. كانت في ست ورجل كانت الست دي مرة مش كويسة، فكده راح فخلفت ابن صغير وهو في السجن بسبب اتمسكت بسبب الحوار ده. فالولد ده كبر لحد ما بقى عنده 17 سنة، وكان ناس أهل القرية دول بيعملوه بطريقة مش كويسة خالص، لأنه كده وحتى الأولاد الصغيرين ما كانوش يلعبوا معاه أبدا. فكده فراح الولد ده الصغير يتزوج من بنت خالته، ولكن خالته قالت له لأمه لازم يكون نفسه أو يثبت نفسه في وظيفة محترمة. فهو فرح جدا عشان هي توافق، وهي لسه ما وافقتش. راح سافر فرنسا وقعد من 1964 ل 1968 وهو يشتغل ويعمل. ففي الآخر رجع وكان عامل فلوس زي العسل، استثمر فلوس هناك، راح رجع بفلوس. وأول ما دخل على طول البيت قال لمامته، قال لها البنت خالتي أنا عايز أتجوزها. فأمه قالت له للأسف بنت خالتك اتجوزت وكمان خلفت ولد. راح الراجل ده كان من الصدمة مش عارف يعمل ايه، وقال لهم انا ليه الناس كلها رفضاني، انا مفيش حد اصلا بيحبني. فامه قالت له الحقيقة انت ليه والكلام ده كله. وفي الاخر الراجل ده خد الفلوس اللي كان اشتغل بيها في فرنسا والكلام ده كله، اشترى بيه قطعة ارض زراعية وبيستثمر فلوس، يأجر ارض وياخد المحصول بتاعها ويبيعه وكلام من ده. فاول ما شاف فهو ماشي بالعجلة على الطريق لقى عيل صغير، فقال له تعالى اشتغل في الأرض بتاعتي. فالواد فرح بالشغل ده، فراح معاه للأرض عشان يعمل. وكان الواد يشتغل بكل حاجة، راح طلب منه طلب وحش واللي هو انتوا فاهمينه. وفي الآخر خلص الواد من الصدمة جري، ما عملش أي حاجة غير إنه يجري. راح الراجل ده للأسف كان بيجري وأسرع منه، فمسكه وعمل فيه حياة وحشة ومات. فبعد ما قتله فدفنه. فبعد كده راح ينتقم من بنت خالته، فجاب أطفال هستدرجهم لحد فين؟ لحد الأرض الزراعية. فبرضه عمل في نفس اللي عملوا في ده وبرضه دفنوا. فعمل في واحد تاني بقوا 3، وبرضه البلاغات شغالة للشرطة. فبعد كده وصل ل 14 واحد. فبعد كده الناس كلها اشتكت، فالشرطة غلب بها الأمر إنها تفتش، وللأسف هو اعترف في الآخر خالص وراح لموقع الجريمة وعمل كل حاجة. طبعا العذاب الذي كان يعذبه الأطفال قرر الحشماوي أو اللي بيعدم الناس أن يعذبه لمدة 14 دقيقة يعدم فيه. فبس كده خلصت الحكاية. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا في القناة. صلوا على النبي والسلام عليكم.